اليوم قررت أسوي الحلا الهبة اللي كل ما فتحت الجوال طلع قدامي، اللي هو كروسان سويتس بالخلطة التشيز. الحلا ترى قديم بالمرة، بس غيروا بالطريقة شوي. بنزله وبنزل معه خلطة صحية. استخدمت اللي هو شرايح سويتز العريضة، والحشوة عندي هنا تمر وجبنة كريمية، وممكن تمر الحالة أو جبنة كريمية الحالة. طريقة القص مثل ما هي واضحة قدامكم. ممكن أنتم تسوون على شكل رولات، أو ممكن تسوونه مثلثات، فأنا قررت اليوم إني أسويها على شكل كرواسان. جهزت الخليط اللاصق، عبارة عن دقيق وماء علشان تمسك العجينة. حطيت الحشوة تمر وجبنة كريمية، وقفلت شوي الأطراف وضغطت. قبل ما أوصل للأخير حطيت من الخليط اللاصق، بعدين سكرته مضبوط. هذا هو شكلها النهائي. بعد ما انتهيت من كل الكمية جهزت زيت غزير، وبعدين بديت أقلي. إذا ما تبون قلي استخدموا سويتز اللي لونها أخضر بالزيت، ودخلوها الفرن أو القلاية الهوائية. وعلشان ما يطلع الجبن معكم وقت القلي، بعد ما تنتهون من اللف دخلوها الفريزر ساعة لين تتماسك الجبنة، وبعدين اقلوه فما يطلع معكم الجبن. أنا النقطة هذه أغفلتها، فطلع شوي الجبنة مثل ما أنتم شايفين. وتقدرون أنتم قبل القلي تفرزنونه. مرة حلو رمضان، حلو رمضاني جدا جدا لذيذ. طيب، بعد ما انتهيت جهزت الحين اللي هو الخليط اللي بدحرج فيه الكرواسان. عبارة عن سكر ناعم وقرفة. ممكن اللي ما يبي القرفة سكر ناعم وشوكولاتة بودرة. الحين بنفس الكيس حطيت كل كمية الكرواسان اللي قليته، وقفلت الكيس مضبوط ودحرجته يمين ويسار لين تغلفت حبات الكرواسان بالخليط مثل ما انتم شايفين. وهذه أنظف وأسهل طريقة تضمنون فيها إنه كل الكمية تتغلف بخليط السكر والقرفة. طيب، الحين نبي نجهز الخلطة اللي بنحطها قاعدة بصحن التقديم. حطيت جبنة كريمية وحليب مكثف محلى، وممكن تحطون معها قشطة، بس أنا حابة تكون الخلطة شوي ثقيلة، وممكن تضيفون له نسكافيه، يعني اختياري. طيب، جبت صحن التقديم وحطيت الخلطة فيه، وبعدين رصيت الكرواسان لين تغطى كل صحن التقديم. بعد ما انتهيت دخلت الصينية للفرن، بس من أسفل أبي الطبقة اللي تحت تتماسك. وللي يبون تغميسة صحية جبت صحن تقديم ثاني وحطيت فيه طحينة السمسم أو طحينة الدخن ودبس التمر وسمسم محمص، خلطتهم مع بعض. أبيكم بس تشوفون اللون وبدون أي فلاتر، ما شاء الله تبارك الله يا اللون. بعدين رصيت كل كمية الكرواسان اللي باقية على كامل الصينية. آخر شي رشيت على الوجه السمسم محمص. الخلطة هذه ما تدخل الفرن، قدمتها على طول. ما شاء الله تبارك الله، ما تتخيلون لذاذة التغميسة هذه مع الكرواسان المحشي بالتمر والجبنة. ضروري تجربونه، مرة لذيذة. قدمتهم مع القهوة السعودية. ما شاء الله تبارك الله، لا التغميسة هذه ولا خلطة التشيز، كلهم أعجبوا الجميع. ما شاء الله تبارك الله، من الأطباق اللذيذة والسهلة والمقاديرها متوفرة، وينفع تتفرزن برمضان. الله بلغنا وإياكم إياه والجميع بصحة وعافية.